ازيكم؟ انا مارينا. النهارده هنتكلم في موضوع انا بحبه الصراحه، وعملت عليه فيديو قبل كده بس كنت اصغر بكتير من دلوقتي، ووقتها جاب فيوز كتيره وعجب ناس كتير، فحبيت ان انا اعمله تاني بفيرجن جديده. طبعا بعد كذا سنه عديت بحاجات كتير، بقيت شخص تاني يعني طبيعي، لانه لما نتكلم في محتوى الفيديو النهارده هتفهموا قصدي، وان انتوا ازاي هتبقوا فعلا شخص تاني. بس ازاي نبقى شخص تاني دي انا هتكلم عليها بتفصيل اكتر. هو مش شخص تاني، يعني هو نسخه احسن من نفسكم في فيديو غير ده، عشان الفيديو ده عايزه اركز فيه على كذا حاجه مهمه في الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه، وهو ان احنا ازاي نقدر نوصل لاهدافنا، او ازاي ان احنا نقدر نحقق اي حاجه عايزين نعملها. بس هاتوا حاجه تشربوها علشان ما احسش ان انا لوحدي، وكمان علشان نركز اكتر في الكلام، عشان انا هتكلم شويه. الفيديو ده مختلف، احنا كاننا اصحاب وقاعدين بنتكلم. انا هقول لكم تجربتي، وانتوا بعد كده في الكومنتس ادوني برضو نصايح. يعني تعالوا نحاول نخلي الفيديو ده اكتر لاي حد يدخل يحس ان احنا قعده صحاب. واهم حاجه ان انتوا تكملوا الفيديو ده للاخر، لان بجد كل النقط مهمه، حتى لو هتوقفوه وتروحوا تعملوا حاجه وتبقوا ترجعوا له تاني. ازاي ان احنا نقدر نوصل لاهدافنا، او ازاي نقدر نحقق اي حاجه احنا عايزين نوصل لها. وهنا انا بتكلم اكتر من ناحيه الشغل، مش من ناحيه السفر او ان انا اجيب بيت جديد، او لا، من ناحيه الشغل والناحيه العمليه. والكلام اللي هقوله هو مش نصايحي، هو تجارب شخصيه مع حاجات اتعلمتها وقريتها من ناس متخصصه اكتر في الموضوع ده. بس طبعا المتخصصين بيقولوا كلام كتير قوي، فانا هقول لكم اللي انا عملته ونفع معايا. اول حاجه، ما تعيشوش في دور الضحيه او الفيكتيم مايند سيت. والفيكتيم مايند سيت ببساطه هي ان احنا بنلوم كل حاجه على الظروف، وان هي بره ايدينا، وان احنا اي حاجه بتحصل لنا مش كويسه بتبقى مش احنا اللي متحكمين فيها، وان احنا الضحيه اللي في الموقف. وانا بقول كده ليه؟ لان انا ما كانش عندي قوي المايند سيت دي، بس انا كنت شخص حساس قوي، فممكن ان كل حاجه اقعد افكر فيها كتير واربطها بقى بنفسي. في ناس كتير ممكن ان هي تفضل تقول لك اصل الظروف، اصل الواحد، ويبدا بقى ان هو يلوم عوامل خارجيه مش نفسه. يعني مثلا زي ان اهله ما ساعدوهوش، زي انه تعليمه مش مناسب، زي ان الحياه ملخبطه معاه دلوقتي. انا في حاجه، موقف حصل زمان وانا في الجامعه، وفعلا موقف على طول بفتكره وحاطاه في دماغي. كان في مره بنت جايه داخله المحاضره، فداخله متاخر، فالدكتور قالت لها انت رايحه فين؟ فالبنت قالت لها معلش اصل انا كان عندي ظروف. فالدكتور بصت لها وقالت لها انا دي حاجه مش هقبلها، لانه كلنا عندنا ظروف. حطوا الجملة دي في دماغكم. في ناس عندها أهلها بتساعدها والكلام ده، بس في ناس كتير تانية برضو، وهو أصلا الأغلبية إنه لأ، مفيش حد ساعدهم. كل واحد بيساعد نفسه، وكل واحد عنده الظروف والمشاكل اللي بيمر بيها وبتعطله وبتوقفه. والفكرة ان احنا لازم ان احنا نعدي بيها. يعني كل واحد لازم يفكر لنفسه ازاي هعدي المشكلة دي، ازاي هعدي العوائق اللي محطوطة قدامي، بدل ما بقى قاعدة ومستنية معجزة تحصل، او ان حد يجي ينقذني، او ان حد يجي يحل لي الموقف. ده مش تفكير واقعي قوي يعني، ومش هنقعد نستناه ولا نضيع وقتنا فيه. انا مش هقولكم انه مش هيحصل، وارد انه يحصل، بس احنا مش هنقعد نستناه. احنا لو عايزين نوصل لهدف ونحققه، احنا اللي لازم نسعى له، واحنا اللي لازم نتحرك، فاحنا اللي هنحل المشكلة. ثانية واحدة. تاني نقطة، يعني أول نقطة هتاخدنا لتاني نقطة، وهو ان احنا يبقى عندنا حاجة اسمها self awareness او الوعي الذاتي. حاسة ان انا لايف كوتش، او انا مش لايف كوتش على فكرة، بس ايه الوعي الذاتي او السلف awareness؟ وهو ان انا اكون عارفة عيوبي ومميزاتي، وفعلا ان انتوا تعرفوا الاتنين ده مهم. انا مش هقولكوا بقى ده قبل ده واعمل نفسي ديب لا، عادي، الاتنين مهمين. مهم ان انا اعرف مميزاتي، ومهم ان انا اعرف عيوبي عشان اعرف ان انا اصلحها. ده لو انا عايزه ابقى اوصل لهدفي، لازم ان انا اطور من نفسي. هطور من نفسي ازاي؟ بان انا ابقى عارف انا عيوبي فين، مش عيوب، نقط ضعفي فين، ايه اللي انا اقدر احسنه من نفسي علشان اكبر وعشان اتطور وعشان ابقى شخص احسن. لو انتوا اوريدي عارفين في دماغكم ايه نقط قوتكم وايه نقط ضعفكم، خلاص. مش عارفين، هاتوا ورقه وقلم، هاتوا ورقة وقلم واقسموا الصفحة نصين، واكتبوا عيوبي ومميزاتي. اكتبوا مميزاتكم، ودي اللي انتوا هتظهروها دايما للناس، دي اللي انتوا هتحاولوا دايما ان انتوا تامبريست، او يعني تلمعوها، تبروزوها. دي اللي احنا دايما هنبينها للناس باكتر صورة. وده جزء من ان احنا ازاي نماركت نفسنا، ازاي ماركت نفس. في ناس كتير شاطرة في حاجات كتير قوي، بس ما بتعرفش ان هي تبينها
ولا تماركت نفسها. الجزء التاني وهو المشاكل بتاعتي او نقط ضعفي، ودي اللي انا هبدأ احسنها او اطور من نفسي فيها. اشوف مثلا انا اللغة عندي مش كويسة، ابدأ اشتغل على اللغة. طريقة كلامي محتاجة ان هي تبقى اوضح، بتضايق بسرعة، باخد الموضوع بحساسية بزيادة. كل الحاجات دي ممكن تبقى من العيوب بتاعتي في الشخصية اللي تأثر عليا في الطريق المهني بتاعي او في الجول اللي انا عايزه اوصل له او في الاحلام والطموحات اللي انا عايزه احققها. تالت نقطه مهمه قوي بالذات للجيل بتاعي واللي اصغر مني، احنا كبرنا في الموبايلات والانترنت والحاجات دي وبقينا مايلين اكتر للعزله. العزله اللي هو ان احنا قاعدين لوحدنا، دي مشكله كبيره لانه محدش هيجي يخبط على باب الاوضه ويقول لي انا عندي فرصه ليكي، لازم نطلع بره. اطلعوا بره. هتقولي لي اروح فين؟ انزلوا، انزلوا بجد، انزلوا الشارع، انزلوا تمشوا، انزلوا اجروا، انزلوا شوفوا اماكن جديده، روحوا احضروا مؤتمرات. مش كل حاجه محتاجه فلوس، في مؤتمرات، في مكتبات، في نشاطات واكتيفيتيز بتبقى موجوده عادي اونلاين، ايفنتات هتلاقوها على الفيسبوك ببلاش. روحوا احضروها ومن هناك اتعرفوا على الناس، اتكلموا مع الناس. اوعوا تروحوا تحضروها وتروحوا عشان مش ده هدفنا. احنا هدفنا ان احنا نروح علشان نتعرف على الناس ونتكلم معاهم. والنقطة دي مهمة، انه انتوا رايحين مش شرط تاخدوا معاكم اصحابكم، روحوا لوحدكم. لما بتروحوا لوحدكم بتفتحوا لنفسكم ابواب ان الناس تيجي تكلمكم، علشان وانتوا معاكم حد ممكن الناس تبقى خايفة ان هي تيجي تتكلم، انتوا نفسكم هيبقى معاكم حد، فمش هتحسوا ان انتوا محتاجين ان انتوا تروحوا تكلموا حد تاني. روحوا واحضروا لوحدكم وانزلوا. ولو انتوا مثلا اوريدي في شغل، روحوا واتكلموا مع الناس. لو انتوا في جامعة، اتكلموا مع الدكاترة، اتكلموا مع المعيدين. انتوا مش متخيلين قوة الكونكشنز او المعارف. في دكتورة تانية في الجامعة عندي لما كنت في الجامعة قالت برضو حاجة حلوة جدا، والدكتورة دي يعني شخص معروف، والحاجة دي لسه في دماغي لحد النهاردة. قالت لنا عارفين لما تتخرجوا من الجامعة هتشتغلوا ازاي او مين اللي هيشغلكم؟ فكله بقى قاعد يقول الشركات، المديرين. قالت لنا معارفكم. وده فعلا صح. انتوا مش متخيلين كمية الفرص اللي جات لي من الناس اللي عارفيني، من الناس اللي عارفيني بيكلموني احنا جالنا فرصة الفلانية وانت جيتي في بالنا، هل انت موجودة دلوقتي؟ هل انت فاضية دلوقتي؟ متاحة؟ ودي الطريقة اللي الشغل جالي بيها اغلبية الوقت، مش ان انا اقدم اونلاين. طبعا انا بقدم دايما اونلاين كتير جدا فوق ما تتخيلوا. من كل 100 فرصه بيجي فرصه. يعني ما تتخيلوش ان انتوا لما تقدموا على كام شغلانه هيجيلكوا بقى الفرص خالص، عادي. وحتى بعد سنين شغل واشتغلت في اماكن حلوه وعندي الاكسبيرينس، من كل 100 200 300 حاجه بقدم عليها حد بيكلمني. ده طبيعي جدا. اكتر فرص بتيجي من المعارف والدايره بتاعتكم. هتيجوا بقى تقولوا لي طب وهو انا اصلا هاجي في بالي الناس دي ازاي؟ هقول لكم. احنا هنيجي في بال الناس دي عن طريق ان احنا هنماركت نفسنا. زي ما قلت لكم، عارفين البراندنج والماركتنج والحاجات دي كلها، احنا اي حاجه هنحضرها، اي حاجه هنعملها، الكلام ده كله هنحطه على السوشيال ميديا. هتحطوه على الفيسبوك وهتحطوه على لينكد ان وهتحطوه على الانستجرام. اعملوا شير للاتشيفمنتس بتاعتكم، الحاجات الكويسه اللي انتوا حققتوها، سواء كانت ريليفنت او ملهاش علاقه باللي انتوا عايزينه. كل خطوه حلوه انتوا خدتوها، حاجه رياضيه، حاجه عائليه، مسابقه رسم، مسابقه تصوير، اي حاجه حطوها واكتبوا ده كان ايه وايه اللي انتوا حققتوه وايه اللي انتوا استفدتوه، واعملوا كونكشن مع الناس واعملوا لهم تاج وكده. ممكن يبقى الحدث اصلا قد كده، بس على السوشيال ميديا واللي انتوا تعملوه تخلوه حاجه كبيره جدا. خلاص عادي. عارفين الناس اللي بتكتب بوستات على لينكد ان؟ انا مش هقول لكم اكتبوا بوست مقاله، بس حطوا الصوره واكتبوا انا النهارده كنت في المكان الفلاني واتبسطت ان انا اتعرفت على الناس واتعلمت الحاجتين دول. الناس لما تبدا تشوف الحاجات دي هتبدا تفتكركم، هتبقوا دايما على بالهم وعلى بالهم ان انتوا بتعملوا الحاجه الفلانيه. فلما يجي قدامهم فرصه ليكوا، انتوا اول حد هيجي في بالهم غصب عنهم. غصب عنهم لان هم بيشوفوا الكلام ده اونلاين وبيشوفوا اسمكم جنبه. فاول ما هتيجي فرصه مناسبه اسمكم هيظهر في مخهم. دي حاجه ليها علاقه بالمخ، ملهاش علاقه بقى حد بيحبكم وحد ما بيحبكوش، حد مركز معاكم، ملهاش علاقه. هم مش هيقدروا يتحكموا في الحاجه دي وانتوا هتيجوا في مخهم. ده بقى هياخدني لنقطه تانية، لنقطه انه في ناس مثلا تبقى حاطه قدامها هدف معين، مش هتاخد اي خطوات ولا هتاخد اي فرص غير للهدف ده. انتوا مش بتشوفوا المستقبل، انتوا ما تعرفوش لو رحتوا اي فرصة هتوصلكوا بنقطة تانية والنقطة دي هتوصلكوا بنقطة تانية. خدوا كل الفرص، اي فرصة قدام روحوا
وانزلوا، هيسرع لكم ان انتوا تنجحوا بكتير قوي، غير لو انا فضلت قاعده مركزه انا عايزه المجال الفلاني، فكل فرصه بقى بتيجي انا مش هاخدها لانها ملهاش علاقه بالمجال الفلاني. على عكس حد بيروح بياخد اي فرص بتجيله، ومن الفرصه دي بيعرف حد، والحد بيعرف حد، والحد ده بيكلم حد، وتيجي في يوم نازل ايه ده انت تعرف الشخص الفلاني وده يعرف الشخص، هتلاقوا نفسكم بتوصلوا للي انتوا عايزينه بطريقه انتوا مش متوقعينها. دايما هتلاقوا نفسكم استفدتوا حاجه، اتعرفتوا على حد، اتعلمتوا حاجه جديده. عمر ما الموضوع هيبقى ملهوش لازمه، ولا عمر ما الموضوع هيبقى كان تضييع وقت. تضييع الوقت هو ان انتوا تفضلوا قاعدين في الاوضه مستنيين الفرصه، قاعدين ماسكين الموبايل، ده اللي فعلا تضييع وقت. اي حاجه هتطلعوا فيها بره، هتقابلوا فيها ناس، هتسمعوا فيها حاجه، دايما هتلاقوا نفسكم قدام، ممكن ما تعرفوش امتى، لكن قدام في موقف هتلاقوا نفسكم بتستخدموا فيه الحاجه اللي انتوا اتعلمتوها اليوم الفلاني، او كلمتوا فيه الشخص اللي انتوا قابلتوه في الايفنت الفلاني. فدايما انزلوا واستغلوا الفرص. النقطه اللي بعدها، خلي عندكم ثقه في نفسكم، حتى لو انتوا لسه ما وصلتوش لاي حاجه، حتى لو انتوا في بدايه الطريق، دايما تخيلوا ان انتوا وصلتوا. ودي حاجه موجوده ومثبته علميا، وليها علاقه كمان بالفيزيكس. اوعوا تفتكروا ان الفكره بتاعتكم دي حاجه خيال، الفكره بتاعتكم دي حاجه موجوده، حاجه موجوده وليها تاثير، وفعلا بتاثر على الاتجاه اللي انتوا ماشيين فيه. عشان كده خلوا دايما افكاركم بوزيتيف، او افكاركم متفائله او فيها امل، ومتاكدين من ان انتوا هتوصلوا. كل الناس اللي انا اعرفهم دلوقتي واصلين لاماكن كويسه جدا، عملوا حاجات كتير قوي في حياتهم، وكانوا في مراحل كتير قوي في حياتهم عمرهم ما كانوا يتخيلوا او يقولوا ان هم هيوصلوا للي هم وصلوا له دلوقتي. لكن هم كان عندهم دايما الايمان والتفكير ان هم فعلا هيوصلوا لهدفهم، وده فعلا اللي بيحصل، وده بناء على تجارب ناس كتير مرت بيها وعدت بيها. وخلوا بالكم من حاجه، كل حاجه في الدنيا سواء تجارب، مواقف، الحاجات دي بتتكرر. اختصروا على نفسكم الطريق، وبصوا على الناس التانية اللي هي اكن حد جايلكم من المستقبل وصل لايه وكان فين وعمل ايه، وحاولوا تاخدوا منه على قد ما تقدروا. حاولوا تسمعوا دايما للناس اللي قدامكم وشوفوا هم عملوا ايه. مفيش طريق زي التاني، بس هتلاقوا حاجات كتير متشابهه، هتلاقوا نصايح كتير هتفيدكم. ده هيديكوا امل وهيعرفكم ان انتوا فعلا كمان تقدروا توصلوا. نقطه تانية بقى مهمه، وهو ان انتوا ما تزهقوش. في حاجه بتقول لو كان الطريق سهل كان كل الناس عملته او كل الناس وصلت له. ايه اللي بيميز حد ان هو يوصل لهدفه او يحقق حاجه وحد تاني ما بيعملهاش؟ هل اذكى منه؟ هل طريقه اسهل؟ هل فرصه اكتر؟ لا، الحاجات دي بتساعد بس بتساعد الشخص اللي بيواظب على الحاجة اللي عايز يوصل لها، اللي هو بتتسمى بالكونسيستنسي، اللي هي حاجة انا هعملها مش هقولكوا كل يوم بس اغلبية الايام. ودي الحاجة اللي فعلا هتفرق معاكوا وهتخليكوا توصلوا للحاجة اللي انتوا عايزين تعملوها، وهتنمي جواكوا كمان مهارات وثقة في نفسكوا. اوعوا تفتكروا ان في حاجة محتاجة ذكاء اكتر من التاني، لا، كل الناس عندها المقدرة ان هي توصل لاي حاجه هي عايزاها، بس لازم يبقى عندهم كوميتمنت او التزام او كونسيستنسي، ان هم كل يوم يحاولوا، كل يوم يحاولوا، وما يفشلوا ما يقولوش خلاص انا زهقت. الناس اللي بتطلع تتشهر ما بتطلعش تتشهر من يوم وليله، دول بيبقوا قعدوا سنين، ولما اتشهروا انتوا شفتوهم فانتوا فاكرين ان هم ناس طلعوا فجأة. محدش بيطلع فجأة. وده هياخدني لنقطة مهمة جدا، الفرص. في فرص بتيجي في الحياة بس لازم تبقوا جاهزين لها، لو انتوا مش جاهزين لها هتضيع. وده بيرجعني للنقطة اللي كنت بتكلم فيها قبل كده، وهي الكونسيستنسي. حاجة انتوا عايزين تتعلموها، افضلوا كل يوم ما تزهقوش. حاجة انتوا بتحاولوا فيها، افضلوا كل يوم ما تزهقوش، لان اول ما تيجي الفرصة محدش هيهتم بقى ان انت كنت بتحاول وبطلت عشان زهقت. خلاص هي الفرصة جت، اللي جاهز بياخدها، اللي مش جاهز مش بياخدها. فاوعوا تزهقوا، كل يوم شوفوا انتوا عايزين تشتغلوا على ايه في نفسكم واعملوه، عشان اول لما تيجي الفرصة تبقى انتوا من التوب، انتوا من الناس اللي جاهزين، انتوا من الناس اللي الفرصة دي بتدور عليهم، مش انتوا اللي بتدوروا على الفرصة. النقطة اللي قبل الأخيرة، النقطة دي مهمة، وهي ان انتوا ما تخافوش من الريجكشن. مش دايما اللي قدامكم صح، ومش دايما انتوا صح، خلاص. فلو انتوا رحتوا عشان تعملوا فرصة وحد قدامك قالك انت مش هتقدر، انت مش مناسب، انت عادي، ممكن يبقى هو غلطان، ممكن يبقى هو ما عندوش الرؤية الكافية، ممكن يبقى هو ما يعرفش كل حاجة عندك، وما عندوش النظرة او السكيل بتاعت ان هو يقدر يقيمك صح. فما تخافوش من الريجكشن، لانه مش دايما الشخص اللي قدامكم بيبقى عنده حق. وبرضه حطوا في دماغكم، عشان دي حاجة مهمة قوي، انه مش دايما انتوا كمان صح.
ساعات انتوا كمان بتبقوا غلط، ساعات انتوا كمان ممكن تاخدوا الريجكشن ده او الرفض ده وتروحوا تشوفوا ايه الحاجات التانية اللي انتوا تقدروا تطوروها في نفسكم. اهم حاجة بس ان انتوا ما تاخدوش الريجكشن ده او الرفض ده وترجعوا من نقطة الصفر، او ان انا خلاص بقى مش هعرف، او ان انا بقى مش هقدر. عادي، كل الناس بتترفض، كل الناس بتعدي بمواقف بيبقوا مش مبسوطين بيها. بلاش تبقوا حساسين، استخدموا دايما الموقف لصالحكم. ده ذكاء على فكرة، ان انتوا دايما تستخدموا الموقف لصالحكم مش ضدكم. حتى لو الموقف في وقتها ضدكم، عدوا الموقف، ما تقاوحوش مع اللي قدامكم كتير. عدوا الموقف وخدوه وشوفوا، فكروا انتوا ازاي بقى تقدروا تستخدموا الموقف ده لصالحكم، وازاي ان انتوا تقدروا تقوموا نفسكم من الموقف ده. يعني اي حاجة هتيجي في ضدنا احنا هنستخدمها لصالحنا. بجد دي العقلية ودي المايند سيت، دي اللي بتتسمى بالمايند سيت، انه فعلا مفيش اي حاجة هتقف قدامكم. وده اللي بيقويك، وده اللي بيخلي الناس اللي قدامكم ما تقدرش ان هي تاخد منكم حاجة انتوا مش عايزين تديها لهم. اخر نقطة ومهمة وهقولها لكم، واوعوا تصدقوا اي حد يقول لكم ان هي مش صح. الشكل مهم، بجد الشكل مهم جدا. اهتموا بشكلكم وخلوا شكلكم دايما يعبر عن شخصيتكم، بس يبقى مناسب برضو للحدث. اعملوا بالانس، خلي ليكوا شكل مناسب للمكان ومناسب للحدث، بس ما يلغيش شخصيتكم. لانه انا شفت ناس كتير في اماكن، وخصوصا لو بنات، بتبدأ ان هي تخاف تعبر عن نفسها وتعبر عن شخصيتها، وتبدأ ان هي تلبس حاجة تخليها ما تبانش وتخليها مش محدش شايفها وشكلها مش حلو. لا، الناس بتقدر الناس اللي شكلها حلو، بيبقى عندهم ثقة فيهم، لان انتوا بتحطوا وقت، انتوا بتحطوا وقت ومجهود في نفسكم، ودي الايمج بتاعتكم. مفيش حد مهم في حياتكم قدكم، انتوا اكتر ناس المفروض تهتموا بنفسكم. وجزء من الاهتمام بالنفس ده هو الشكل الخارجي، لانه لما حد يجي يتعرف عليكم هو مش هيتعرف على افكارنا وشخصيتنا قدام لما يجي يكلمنا، بس ايه اللي هيخليه اصلا يجي يكلمنا؟ هو الشكل الخارجي. نقطة الشكل دي مهمة، وانا قصدت ان انا احطها لان فعلا بيبقى في ناس كتيرة عندهم معلومات وعندهم شخصية حلوة وعندهم كل حاجة، بس مدفونة. عارفين، مدفونة مش باينة، محدش بياخد بالهم منها. فواحدة من الحاجات اللي هتخلي الناس تاخد بالها مننا هو شكلنا. والشكل كمان بيدينا احنا بقى من جوانا في شخصيتنا، بيدينا ثقة. انا ببقى رايحة عارفة ان انا شكلي حلو، ان انا شكلي مناسب. واوعوا تخلوا حد يحسسكوا ان انتوا مش حلوين. كل الناس حلوه، مفيش حد محتاج يعمل حاجه في شكله علشان يبقى حلو. احنا بس محتاجين ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي حلوه فينا وهنبينها، وايه الحاجات اللي محتاجه تتظبط. عادي هنلمها، هنلبس لبس مناسب لجسمنا، اي حاجه. ما اقصدش بالكلام ده ان احنا نروح نغير اي حاجه في نفسنا خالص. كل حد مميز بشكله، وكل حد لازم يستخدم الشكل ده الخارجي ان هو يماركت لنفسه ويبين نفسه ويبرز نفسه. فاكرين البرنامج اللي هو بيقولوا هلمعك؟ لازم تتلمع. دي كل النصايح اللي عندي للفيديو ده. لو عجبكم الفيديو قولولي، علشان انا بحب قوي اتكلم في الحاجات دي، مش بس في الشغل، في كل حاجة ليها علاقة بتطوير الذات عموما. مش عشان انا لايف كوتش، لا انا مش لايف كوتش، عشان انا بحب اسمع الحاجات دي، ومعظمها كمان بسمعها، بستخدمها، بجربها، بشوف ايه اللي بينفع ايه اللي مش بينفع. في حاجات بتبقى بالانجلش، ممكن يبقى مش كل الناس بتحب تسمع بالانجلش، ناس كتير بتحب تسمع عادي بلغتها. وما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتس انتوا كمان نصايح عشان انا كمان استفاد منها. اشوفكم في الفيديو الجاي.